السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة الشيف خالد مافيا، وفيديو جديد كالعادة. الفيديو ده يا جماعة هنقول فيه كام معلومة وكام حاجة إن شاء الله هنعملهم الفترة اللي جاية. الفيديو ده إحنا بنوظف فيه بيت الكلاوي والريش الضاني. تمام. دلوقتي بيت الكلاوي دوت اللي هو بيبقى مرقد الكلوة أو الروز بيف في العجل أو في الخروف، ولكن بيختلف من ذبيحة لذبيحة. طبعا الخروف بيكون بيت الكلاوي بتاعه صغير، طبعا مش زي بيت الكلاوي بتاع العجل، ولكن بيت الكلاوي في الخروف بيتوضب للمشوي او طبعا في اي يستخدم في اي حاجات تانية، طبعا في الاكل وكده، ولكن ده بنوضبهم للمشوي. بنوضب ريش ضاني، والبيت الكلاوي بنوضبه للمشوي برضه. زي ما حضراتكم شايفين الفيديو ده ريش هيد بنوضبها، ونوضب بيت الكلاوي. طبعا على ما الفيديو ده يخلص هنقول على كام حاجه وكام معلومه ان شاء الله هنعملهم في الفتره اللي جايه. اتمنى لو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، واتمنى الصلاه على النبي في تعليق، ما تبخلش علينا واللايك وشير للفيديو. ان شاء الله الفتره اللي جايه هنبدا نتكلم عن اسعار اللحوم بشكل عام، سواء على مستوى الجمهوريه او على مستوى العالم، سواء في مصر عامله كام وفي الدول الاجنبيه وفي الدول الخليج اللحوم بتكون عامله كام. وهنبدا نتكلم ان شاء الله عن الاسعار الدواجن او عن اسعار الدجاج في بالنسبه للشاورما او بالنسبه للطهي او بالنسبه لاي اسعار دواجن واسعار اللحوم. ان شاء الله ده فكره كنت عايز اعرضها على حضراتكم. ان شاء الله نبدا نعملها من الفتره اللي جايه ان شاء الله. اسعار اللحوم، سواء لحوم قايم يعني بتكون حيه لسه او بتكون مذبوحه، وبتكون معرفه اللحوم بتكون بتكسب او بتخسر داخل المحلات، وليه ارتفاع الاسعار اللي حصل الفتره اللي فاتت ديت. طبعا اسعار طبعا ما ترضيش ربنا، وده بسبب عوامل كتير جدا حصلت في الدولة، ولكن خلاف ان ارتفاع سعر الاعلاف سواء للحوم او الدواجن، فده بيؤدي الى ارتفاع سعر اللحوم الحمراء او اللحوم البيضاء اللي هي الدواجن. تمام. فده اللي ادى الى ارتفاع الاسعار ديت بشكل عام. هنبدا ان شاء الله هنقول لكم سواء يعني ايه المناسب للاسعار، او المناسب تكلفه الحبوب او تكلفه الاعلاف سواء للعجول او للدواجن، وايه الاسعار المناسبه للمواطن، ايه الاسعار المناسبه للتاجر او صاحب المحل او المستورد اللي بيستورد الحاجه من بره، سواء كانت لحوم مجمده او لحوم يعني بتكون فريش او كده، وايه الاسعار اللي ينباع بيها في المحل. ما تكونش برضه نفس الوقت يكون صاحب المحل او المستورد او صاحب المزرعه اللي بيربي الدواجن او المحل اللي بيبيع دواجن، بيكون ايه الاسعار المناسبه او الاسعار اللي ما تكونش غاليه على المستهلك، ويكون صاحب المحل يكون بيكسب في نفس الوقت. ولكن عشان يعني الفيديو ده، يعني الفيديو اللي احنا عاملينه ده حاطين فيه اللحمه او التوضيب دوت، ده كحاجه كمثال ان ده بيت الكلاوه اهوت. مثلا دلوقتي اللحمه الضاني عامله تقريبا 300 جنيه، واللحمه البقري من 240 لحد 260، بتختلف في بعض الاماكن والمحافظات، بتختلف عن بعضها في سواء اسعار الدواجن او في اسعار اللحوم. دلوقتي لو هنتكلم هنقول كمثال ان اللحمه ديت لو جايه من محافظه البحيره او من اي محافظه داخل القاهره او من اي محافظه الصعيد، ورايحه مثلا مرسى مطروح، او مزارع من البحيره او مزارع من اسكندريه رايحين مرسى مطروح، فبالتالي بيكون في نسبه نقل او نسبه شحن. فهنا بتختلف بقى اللحوم والدواجن من محافظه لمحافظه، وارتفاع اسعار البورصه وارتفاع اسعار اللحوم من محافظه لمحافظه. ده اللي احنا هنفهمكم الفتره اللي جايه ان شاء الله. اتمنى لو حابب تتابع السلسله دي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى تدوس لايك عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس.